احنا النهارده موجودين في متحف التحنيط علشان نعرض لكم سر من اسرار مصر القديمه. هنا في قلب الأقصر وعلى بعد خطوات من النيل في متحف صغير في حجمه لكن كبير في فكرته. الحكاية بتبدأ من هنا، لحظة الوفاة. المصري القديم ما كانش شايف إن الموت نهاية، كان شايفه انتقال. وعلشان الانتقال للعالم الآخر ده يتم كان لازم فكرة تحفظ الجسد، ومن هنا بتبدأ عبقرية التحنيط. وعلى الجدران في قلب المتحف بتلاقي لوحات بتشرح لك ازاي كانت بتتم عملية التحنيط. بتشوف قدامك أدوات حقيقية كانت بتستخدم من آلاف السنين، ملاعق وأواني جانوبية وزيوت، كل حاجة كان لها دور في الرحلة دي. التحنيط هنا ما كانش بس مقتصر على البشر، هتشوف مومياوات، حيوانات، تماسيح وقطط وكباش، لأن العقيدة كانت شاملة والقداسة كانت أكبر من مجرد إنسان. وهنا تمثال للإله أنوبيس حارس المقابر وسيد طقوس التحنيط، ووسط القاعة تابوت ومومياء الكاهن مسحرتي، راجل عاش من أكتر من 3000 سنة والنهاردة لسه ملامحه بتحكي. في معتقدات المصري القديم التحنيط ما كانش عملية طبية، كان رحلة عبور من الدنيا للعالم الآخر، من الفناء للخلود. ويمكن وانت ماشي في الممر الهادي تحس إن المتحف مش بس بيعرض مومياوات، ده بيعرض فكرة كاملة عن إزاي حضارة أمنت إن الموت مش نهاية الحكاية.